مساء الفل. لو فاكر ان السوفت وير تيستنج هو انك تملى فورم وتدوس على زرار، يبقى لا، الفيديو ده هيغير تفكيرك تماما. النهارده هوريك ازاي تفكر ككيو اي انجينير محترف وانت بتختبر صفحة تسجيل الدخول. في البداية انا اخترت اي صفحة عشان بس نشرح عليها انت ازاي تكسر السيستم. في البداية بتبقى انت بس مش فاهم انا المفروض اعمل ايه، افكر ازاي. احنا هنا هنفكر مع بعض ازاي كل فيلد اعمله تيست كيسز وافكر في الحالات اللي ممكن تحصل. في البداية انا بسأل نفسي كم سؤال كده. اول حاجة، ايه الصح؟ ايه البوزيتيف كيسز؟ ايه الشكل الصح اللي المفروض اكتبه؟ يعني first name last name، الايميل شكل الايميل بيكون ازاي، ايه الفورمات الصح ليه، الفون نمبر، كل ده تمام. بعد ما اخلص والباسورد افكر ايه الغلط اللي ممكن يحصل هنا. ان ممكن واحد يكتب الباسورد 4 واحد، ان ممكن يكتب ايميل غلط، ينسى يعمل كل ده بفكر فيه. انا ممكن يسيب الفيرست نيم، ممكن يكتب حروف، ارقام، اي حاجة. تالت حاجة الحدود، بختبر الاقل الاقصى القيم المسموح بيها. يعني مثلا يجي هنا في الباسورد انا اقل حاجة عندي مثلا 8، اكتر حاجة 12. يعني كل موقع بيبقى على حسب القيم المسموح بيها. ببدأ افكر واختبر كل حاجة. هل الموقع ده بيسمح ان انا مثلا ادخل 4 بس حروف، 4 ارقام، بيقبل ايه بالظبط. رابع حاجة الحالات الخاصة، الحاجات اللي بتحصل بس نادرة. تمام. يعني هل ممكن حد يسيب الايميل فاضي، الباسورد فاضي؟ ببدأ افكر ازاي في كل ده. يعني مثلا الفون نمبر، هل بيقبل حروف؟ هل لو ناقص حرف بيطلع رسالة يقولي لأ invalid؟ هل بيقبل مسافات؟ مثلا النيم، هل بيقبل أرقام في نص الاسم؟ هل بيقبل مسافات كتير في الأول؟ الباسورد، هل بيقبل أقل من 6 حروف؟ هل لازم يكونوا أرقام؟ هل لازم يبقى فيه سبيشال نمبر، أو مثلا زي الهاشتاج، الآد، علامة الدولار، أي حاجة؟ بيبقى مثلا في صفحات تانية بيبقى عندي تحقق اللي هو OTP، بيقولي مثلا الرقم اللي انت شايفه ارجع اكتبه تاني. ايه اللي بيحصل لو بقى السكريبت دخلت كود غلط؟ انا ممكن ان انا شايف 1 2 3 وانا دخلت 4 5 6، ايه اللي هيحصل؟ هيقولي لا. هل الحساب هيتقفل بعد مثلا 3 مرات محاولة؟ كل ده انا ببدأ افكر فيه. فاول قاعدة، احنا مش بس بنجرب الهابي باص، احنا بندور على الغلط. تمام. كتير مننا بيجرب باسورد سهل، بس الكيو اي الشاطر اللي بيجرب السيكوال انتليجنت او بيدخل مسافات فاضية. شوفوا كمان اختبار اللغة. ساعات مثلا الموقع انا ببقى عايزة اجرب، هل لو انا غيرت الموقع للغة عربي او انجليش هل كله بيتغير، ولا مثلا بيدخل لي عربي في انجليزي بيبقى كود غريب. اي حاجة لازم اشوف هل الفورم بيبقى منظم ولا الكلام بيخش في بعضه. كمان لازم نتأكد من الايرور مسج، هل الرسالة اللي بتظهر واضحة للمستخدم ومكتوب فيها ايه بالظبط، ولا مكتوب فيها اي كلام غريب. انت دايما QA، يعني انت محامي المستخدم داخل الشركة، يبقى ال QA هو محامي المستخدم داخل الشركة. في النهاية احنا بنبقى عايزين نطلع تيست كيسز واضحة جدا عشان تساعدنا في الاختبار. يعني على ما اتذكر ان انا في الاول بعد ما احنا خلصنا لاست كيو بي دخلنا في المانيوال، كنا ماشيين الاتنين مع بعض كده في اخر كام شابتر. انا كنت تايهة كده في الاول، انا مش عارفة انا بفكر ازاي ولا بعمل ايه وايه الحاجات دي كلها. مثلا يعني مثلا الفون نمبر يبقى كاتب له مثلا 12 تيست كيسز وبقى، وكل حاجة لوحدها، والانفاليد والفاليد واللي ممكن يحصل واللي ما يحصلش. وانا كنت تايهة بجد في الاول، اللي هو ايه ده كل ده، انا افكر الافكار دي كلها ازاي؟ انا اصلا مش فاهمه انتوا بتفكروا ازاي ولا انتوا بتعملوا ايه اصلا. بس في النهايه بقول لكم ان واحده واحده كل حاجه بتبقى مظبوطه، وبتعرفوا كل حاجه وتفكروا صح. وما ننساش ان احنا معانا AI مساعد. يعني انا مثلا فكرت في 6 افكار
انا عايزة اطلع 12 فكرة، عايزة اجرب هل ممكن في حاجات اكتر، هل ممكن حاجات تساعدني ان انا افكر اكتر، وهو يساعدني وبس. سلام.